الورد على احلى ناس في الدنيا. النهارده هنعمل مع بعض الفاهيتا القمر دي لكل محبين الفاهيتا، واللي ما بيحبوش الفاهيتا اللي انا كنت زيهم في يوم من الايام يجربوا الوصفه دي وبجد هتدمنوها وهتدعولي. انا هنا معايا نص كيلو من الفراخ البانيه، كنت متبلاها من قبل كده بس هقول لكم حطيت ايه بالظبط. تبلتها قبلها بليله، اللي مستعجل عادي مش هتفرق بس يا ريت يسيبها نص ساعه في التلاجة. انا هنا حطيت بصله بشرتها، بصله صغيره او نص بصلايه كبيره بشرتها، حطيت 3 معالق من اللبن بيخليها خطيره يا جماعه وطريه وجوسي كده تحفه. وحطيت ربع معلقه من البابريكا ورشه فلفل اسمر حوالي اقل من ربع معلقه شويه صغيرين، رشه قرفه وربع معلقه من الملح. ومعايا هنا نص فلفلايه حمراء نص فلفلايه صفراء، ومعايا فلفلايه خضراء صغيره كله رومي طبعا. والعسل يا جماعه بيودي الفاهيتا في حته تانية، جربوها بالعسل. بس هقول لكم التركايه في حطه العسل في اخر الفيديو، تابعوا معايا الفيديو وانتوا هتعرفوا. انا هنا بقطع الفلفل بتاعي، بقطعه بالطول وبعد كده بقسمه نصين، وبشيل طبعا كل الحاجات دي كلها زوايد بنشيلها. هنا بوريها برضو للبنات المبتدئات العرايس الجداد، اكيد مش لستات البيوت، اكيد فاهمين كل الكلام ده. بس الحاجات دي بتبقى شكلها مش حلو في الطبق بتاع اكلك عامه، يبقى شيليها عشان لو ما تعرفيش المعلومه دي اديني قلتها لك. بقطعهم بالطول وبعد كده بقسمها نصين، ده بالنسبه للفلفل. بالنسبه بقى للفراخ بتاعتي، تعالي معايا شوفي بتتقطع ازاي. دي الطريقه المظبوطه لتقطيع الفاهيتا. انا هنا بوريكم كل التفاصيل معايا عشان برضو العرايس الجداد ما كنتش حرمتهم من حاجة، وكل الديتيلز باينة في الفيديوز. اي فيديوز بنزلها انا بحط لكم كل التفاصيل عشان تبقوا برضو عارفين كل الخطوات اللي ماشيين عليها. شايفين هي دي التقطيعة المظبوطة للفاهيتا بتاعتنا، تبقى ولا طويلة قوي ولا رفيعة قوي، زي نفس الطول ده كده بالظبط. هتديكي الشكل اللي انت عايزاه في الاخر، حاجه كده انا عايزاكم تجربوها بجد يا بنات، واللي يجربها يقول لي في الكومنتات، ما تبخلوش عليا، عايزه رايكم بس. هنا انا حطيت معلقتين كبار زيت ذره، اي زيت انت عايزه، ممكن تحطي زيت زيتون لو عايزه تعملي بيه اعملي بيه، بس انا ما كانش عندي، بس انا بفضله بصراحه اكتر. معلقتين كبار ياخد كده درجه حراره الطاسه اللي معايا. انا هنا موطيه النار. بصي بقى، اهم حاجه في الفاهيتا تدريج المكونات وانتي بتحطيها، عشان هي كل حاجه بتحطيها محتاجه وقت معين على النار عشان ما تتحرقش منك، عشان ده بيفرق جدا 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 في الفينش الاخير معانا. هنا انا حطيت الفراخ بتاعتي بقلب فيها كده. انا نسيت اقول لكم في الاول، انا حطيت ربع معلقه صغيره كاري. انتوا عارفين اي حد متابعني وعارفني ما بستغناش عن الكاري مع الفراخ ابدا، بيديله طعم تحفه. ولما بتبيتيها قبلها بليله زي ما قلتلك، او حتى قبلها بساعتين، قبل ما تعمليها بساعتين، بتخلي الفراخ تندر كده، بتخليها حلوه قوي. جربي الطريقه دي وبجد هتدعيلي. لو ما بتحبيش الفاهيتا هتدمنيها ومش هتعملي غيرها بعد كده. هنا بقى احنا موطيين النار بتاعتنا وبندي الفراخ تشويحه. شايفه تشويحه بسيطه قوي بديها الفراخ. انا هنا ولا نزلت بالفلفل بتاعي ولا باي حاجه، انا هنا زي ما وريتكم. وما وريتكوش الطماطمايه، نسيت، انا برضو بحط طماطمايه في الاخر، هوريكم برضو امتى بالظبط. انا هنا هنزل بالفلفل بتاعي اول ما الفراخ تشرب ميتها، تتشوح وتشرب ميتها، هنزل بالفلفل بتاعي. هنا نسيت اوريها لكم انا في الاول، فهنا كنت بقول لكم ان انا نسيت اوريها لكم في الاول. بس انا هدي الاول للفراخ مع الفلفل تشويحه كده، تقليبه بس على النار دقيقه بالظبط، ما بياخدوش كتير خالص، دقيقه بالظبط. وبعد كده انا بوريكم كل التفاصيل معايا، عشان في ناس كتير قوي بينجحش معاهم الفاهيتا وبتتحرق معاهم وبيبقى الفلفل محروق والفراخ لسه ما استوتش، فانا بوريكم. هنا هنزل بطماطمايه صغيره خالص، بتدي جوسي للفراخ وللفاهيتا خطيره. هنا انا حسيت ان هي محتاجه بابريكا تاني، فحطيت سنه بابريكا تاني، لان البابريكا في الفراخ بتبقى خطيره. وكنت حاسه برضو انها محتاجه ملح، انتي برضو دوقي وشوفي ايه التوابل اللي عندك ناقصه وزوديها. زودت برضو حبه ملح. هنا خلاص انا هقفل عليها دلوقتي، هحط العسل، معلقه عسل كبيره
وانتي بتقفلي النار حطي، شايفه الجوسي ده من الطماطم، ده هو كل حاجه استوت هنا. انا سبتها بعد ما حطيت الطماطم دقيقه واحده وقفلت عليها. معلقه عسل كبيره، وصدقيني معلقه العسل دي لو ما عندكيش حطي سكر، بس طبعا تبقى نص معلقه صغيره. بس العسل الابيض مع الفاهيتا اللي جربها بس اللي هيفهمني. هي التركه دي بتاعتي بس معرفش لو حد تاني بيعملها غيري يعني. يا جماعه خطيره، بتودي الفاهيتا. انت لو ما بتحبيش الفاهيتا هتدمنيها بسبب الطريقه دي. جربيها. انا هنا بقلب كل حاجه مع بعضها. انا قافله النار بس الصينيه بتاعتي الطاسه بتاعتي سخنه، لكن انا قافله النار خلاص. هي كلها على بعضها ما خدتش معايا 10 دقايق على النار. نيجي بقى نعمل المايونيز. عقبال ما خرجت العيش السوري بتاعي من التلاجة ياخد بس درجه حراره الغرفه عشان الف بيه الفاهيتا. انتي ممكن تعمليها في عيش سوري، ممكن تعمليها في فينو، في عيش بلدي عادي، تعملي جنبها مكرونه عادي جدا زي ما تحبي. انا هنا دي افضل طريقه للمايونيز بصراحه، بحب اعمله بيها. حطيت بيضايه كامله، حطيت معلقتين من الخل، وحطيت رشه ملح. هننزل بالزيت بقى بتاعنا بالتدريج. هنا حسيت ان هي عايزه ملح تاني. الزيت بقى بتاعنا بالتدريج زي ما قلتلك، علشان في ناس بيحطوا على طول الزيت فبتبقى تقيله معاهم قوي فبيفضلوهوش وممكن ترموه ساعتها. فالزيت بالتدريج. معايا هنا كوبايه الا ربع من الزيت، حطيت بالظبط نص كوبايه زيت، وهشوف لو محتاج تاني. هنا انا حسيته خفيف شويه فهزود بقيه الزيت اللي معايا. هزود برضو، سبت برضو حبه هشوفه برضو عشان ايه ما يتقلش مني وما يبصش. طول ما هو خفيف انا اقدر اتقله، لكن طول ما هو تقيل هعمل فيه ايه؟ فاهمين؟ مش عارفه اخففه لان متحطش عليه ولا لبن ولا ميه. فهنا شوفوا، بصوا قوامه. في ناس ممكن يحبوه كده لان هو لما بيهدى شويه بيتقل، بس انا بالنسبه لي لا طبعا كده خفيف جدا. فحطيت بقيه الكوبايه الا ربع. هنا ده زيت ذره، انتوا برضو زي ما تحبوا تعملوه باي نوع زيت. ممكن زيت عباد براحتكم عادي خالص، مفيش مشاكل، مش هيفرق معانا. هديله برضو ضربه في الكبه بتاعتي. انت ممكن تعمليه في الخلاط، مش لازم كبه، او بالمضرب او مضرب الكهرباء عادي هيبقى معاكي، هيظبط برضو، هيبقى حلو جدا. لو قادره تعمليه بمضرب البيت اعمليه، بس خلي بالك ما توقفيش ايدك وانت بتخلطي. لازم يكون حد كده فاهمه، حد كده يعني واكل كويس. جوزك مثلا تكوني مفطره كويس، خليه يقعد يضرب بالمضرب. هنا بقى بصي قوامه تحفه ازاي. هي دي احلى واظبط طريقه للمايونيز، وهتبطلي تشتريه من بره. ولو رجعتي تشتريه من بره تاني بعد ما عملتي الوصفه دي، ابقي تعالي قولي لي في الكومنتات انت هتحبيه اكتر من المايونيز بتاع بره. بجد كل عشاق المايونيز هيحبوا الوصفه دي جدا جدا جدا، واوفر بكتير طبعا في ظل الغلا اللي احنا بقينا فيه ده. ربنا يكون في عون الناس كلها يا رب. بصي بقى، العيش السوري زي ما تحبي تعمليه. هي ملهاش تطبيقه معينه. انت عايزه تفرديه مثلا وتطبقيه نصين وتعمليه كده تمام. انا بحب بتطبيقته كده نفس الشكل اللي بيجيلي عليه. بخرجه من التلاجة شويه، بس طبعا جايباه قبلها بليله او بنفس اليوم عشان ما يبصش، يا اما اشيله في الفريزر بقى لو جايباه قبلها بكتير، واخرجه برده قبلها بشويه. بحط معلقه من المايونيز، واحط الكميه بتاعتي من الفاهيتا. شايفين عندنا عيش متقطع نرميه؟ انتي متخيله ان انا ممكن ارمي حاجه؟ لا طبعا، احنا ما بنرميش حاجه. احنا عيله ست البيت ما بنرميش حاجه. كل حاجه هتتاكل وكل حاجه هتظبط وهتبقى شكلها قمر كمان، وهتشرفنا كمان قدام جوزنا وقدام ولادنا. حطي الفاهيتا بتاعتك، كله هيتدارى يا اما، كله هيتدارى. اهم حاجه النفس. سيبك انتي، دي شكليات دي ملناش دعوه بيها. بصي بقى تلف وبقى زي القمر ازاي، والله ملهاش قاعده. مفيش حاجه اسمها ما بعرفش الف ملهاش قاعده. اي لفه هتلفيها تطلع معاكي قمر، وشكلها قمر كمان. هنا بقى انا اديت مسحه كده على الجريل بالزيت بتاعي، فرشه الزيت، وحطيت الفاهيتا بتاعتي تاخد بس وش كده. انتي ممكن تعمليه في طاسه عاديه جدا ما فيهاش اي حاجه، مش هتفرق. شوفوا بقى الجمال، خطيره. عايزاكم تجربوها. كانت معاكم هالة عربي، يا رب اكون كنت خفيفه عليكم.